خدوها قاعدة: مفيش حضانة، مفيش طلاقة لغوية، مفيش تفاعل اجتماعي. مفيش حضانة، مفيش طلاقة لغوية، مفيش تفاعل اجتماعي. مفيش حضانة، مفيش طلاقة لغوية، مفيش تفاعل اجتماعي. يعني ايه؟ يعني لو ما وديتيش الطفل حضانة ممكن يتكلم بس مش هيبقى عنده طلاقة لغوية، يعني مش هيبقى بيتكلم ويسرد الجمل زينا، ويبقى الحروف كلها مكتملة عنده، حروف الجر والعطف وكل الحاجات دي، وان انتي تجاوبيه على السؤال يبدأ ان هو يستدل او يحلل او يقولك على الحاجات اللي هي مش واضحة ما بين السطور، ويحكي قصة كاملة بالتفاصيل بتاعتها. كل دي طلاقة لغوية. فلو مفيش حضانة مفيش طلاقة لغوية. طالما مفيش طلاقة لغوية لساننا مش طلق، مش هنقدر نتفاعل او يبقى عندنا مهارات اجتماعية، وان احنا منطلقين وبنعرف نتكلم مع الناس ونرد عليهم بدون اي كسوف او مشاكل او خجل زيادة عن اللزوم، او ان احنا ناخد وندي مع جروبات اطفال كتير او الناس الكبيرة. تمام. فبالتالي هتيجي تقولي لي اصل انا بحس ان هو مش بيعرف يتكلم مع الاطفال، انا بحس ان هو مش عارف يندمج مع الاطفال، مش عارف يندمج مع اصحابه، ملهوش صحاب، دايما قاعد ماسك فيا، مش عارفه، بحس ان هو تحصيله كده مش احسن حاجه، وخاصه في المواد اللي بتبقى محتاجه شرح او تفسير او الحاجات دي، بحس ان هو مش فاهم او مش عارف يوصل للمعلومه او ادراكه بطيء. كل ده ليه؟ عشان ما روحناش حضانه. فبالتالي اثر على مهاراتنا اللغويه. في حاجه اسمها تطور نمائي، ان احنا الطفل بيتطور بيتكلم عادي، تمام، ما عندوش مشكله، لكن المهارات اللغويه بقى دي حاجه تانية، تمام، بتتنمى بالخبرات. فلو احنا ما وديناهوش حضانه مفيش تنميه للمهارات اللغويه، فبالتالي هتلاقيه مش مدقدق كده، مش ناصح، مش بيرد عليكي، مش طريق في الكلام. فمحتاجين ان احنا نخلي الاطفال تدخل في وسط اجتماعي عشان تتعلم مهارات الاجتماعية، علشان تقدر ان هي تحسيها ان هي متحسنة، او ان هي تقدر تحصل بقى اكاديميا واجتماعيا ودراسيا، ويبقى عندها خبرات عامة، وده هيأثر على المهارات العقلية بشكل كبير. يا رب دايما بخير، ويا رب دايما اطفالنا بخير ودمتم بخير.